اهلا وسهلا، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين؟ مرحبا بكم معايا في قناه وصفات الهام يوميه. كنرحب بالناس الجداد لاول مره كيشاهدوا القناه ديالي، وكنقول للبنات القدام نتوما راه مالين القناه ومالين الدار. اليوم جيت معكم بواحد الوصفه لشهر رمضان، وصفه اللي هي سهله واهم حاجه انها لذيذه وكتوجد في وقت وجيز. درت معكم دي ميني كيش بالطون والفلفله، كيجيو رائعين وكيتواتاو مع بعضياتهم بزاف. انا غيرت هاد المره درت لاباط ديال التاكوس كما كتشوفوا. غادي تبعوا معايا لا فيديو، وكما قلت لكم مرحبا بكم معايا، وكنتمنى ان الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، وتبعوا معايا حتى الاخير. خليوا لي ما تنساوش ديروا لايك وشي تعليق يكون زوين بحالكم، وشوفوا لي الوصفه واش عجباتكم ولا لا. يلا تبعوا معايا لا فيديو حتى الاخير. كناخذ واحد المقيله كنقطعوا فيها بحال هكايا الفلفله الوان عندنا اللي عندنا، كنشحروه مزيان. هنايا نقدروا نديروا حتى البصله، الا بغينا نديروا البصله حتى هي نديروها، كاينش مشكل. ندير واحد شويه الملحه وشويه البزار صافي، ونخليهم يطيحوا بحال هكا. ندير واحد شويه البزار هما كيوجدوا بسرعه. انا حاولت ندير لكم الوصفات الاخيره اللي عندي في القناه ديال اي حاجه اللي هي كتجي سريعه. كما قلت لكم حنايا مقبلين على رمضان، يعني كنكونوا عيانين يعني بالطياب وبالتوجاد، وهذا كنبغيو اي حاجه تكون سريعه اللي غتوجد لينا دغيا وما غتاخذش معنا يعني وقت كثير. فانا فضلت ناخذ هاد لاباط ديال التاكوس، قطعتها دوائر وغادي نديرهم في لي مول ديال هذا ديال لي كاب كيك. وهاد الكيش راه تيجيو زوينين بزاف بزاف بزاف، وقيدوهم عندكم لشهر رمضان ان شاء الله، وتوجدوهم لوليداتكم بالصحه والعافيه. انا غادي نتسنى على هادشي حتى يتشحر ونرجع معكم. مرة كيف لكم نحركوا هادشي. شفتوا معايا كيفاش كتجي صافي. من كطيح بهذا الشكل صافي كنحيدوها كما كتشوفوا. بالنسبه للحشوه انا هاد الفلفله ديالي هنا عندي واحد 2 حكاك ديال الطون، تقدروا ديروا غير وحده. هنا راه قطعت هذا على هذا الشكل دائري، قطعت هاد لاباط ديال طاكوس، خبز ديال طاكوس. بالنسبه لابارايكيش كنحتاجوا ليها هنا 2 بيضات، واحد ياغورت طبيعي، هنا واحد المعلقه كبيره ديال النشا، ساشيه ديال الخميره، وغنحتاج شويه البزار شويه المليحه والفرماج بطبيعه الحال. ناخذ واحد الاناء، ناخذ البيض ديالنا، نديرو بهذا الشكل، نزيدو ليه هاد الياغورت، نديرو بهذا الشكل صافي. نديرو هاد المعلقه ديال النشا، هاد الساشي ديال الخميره. كما قلت لكم راه ساهلين وكيوجدوا بسرعه، تقدري توجديهم حتى لاخر لحظه، كياخذوش معنا وقت كبير وكيجيو لذاذ
ندير واحد شويه مليحه بهذا الشكل، ما نكتروش. غنزيد عليهم واحد جوج فرماج مثلث. هادو تقدروا تستغناو عليهم، يعني ماشي ضروري، تقدروا تحكوا غير فرماج. مي انا قلت نزيد هادو حتى هما. خلطوا هادشي مزيان. انا غنخلطو وغنرجع معكم. ندير واحد شويه البزار، غندير واحد شويه ديال هذه البودر ديال البصله. انا راه ما درتهاش في الحشوه، سقطينا البنه. الا درتيها في الحشوه فلا داعي انك ديريها. خلطوا مزيان باش هذاك الفرماج حتى هو يتسلق لينا. شوفوا كيفاش كتجي. صافي، من بعد كناخذوا هذا القالب ديالنا كنبداو نديروه بهذا الشكل. شوفوا معايا، تا كتصوبيهم كلهم. من بعد راه كناخذوا هاد الفليفلات كنديروهم هما لتحت بهذا الشكل. حاولوا نوزعوهم على هاد الكيش ديالنا. انا حليت هاد العلبه الاولى، الا ما قداتنيش غنزيد الثانيه. صافي، نبدا نضيفو بهذا الشكل. حيدوا لي الزيت، غنقص منه ولكن باقي فيه. انا كثرت شويه باش يجيوني تعاطي فيهم الطعم ديال الثوم. انا غادي نحل هذاك الثاني باش نكمل. من بعد راه كنضيف هاد لاباراي ديال الكيش ديالنا. ما نعمرهمش بزاف لانهم راه تيتنفخوا. كيجيو لذاذ وكتغيير وتنويع كما قلت لكم حنا مقبلين على شهر رمضان، نغيروا بهم. انا راه خرجوا ليا هنا 12 13 14 حبه، لان باقي ليا جوج. حتى غادي نطيب هادو عاد غادي ندخلو حتى هما يطيبوا. يعني قطعت جوج هادو ديال بانسون، هذا ديال تاكوس قطعته وخرجوا ليا هاد 12 14 وحده. انا هنا عندي هاد ديال الموتزاريلا، فرماج ديال الموتزاريلا. تقدروا تعوضوا فرماج حمر، مي هذا تا هو راه درت لكم بهم هاد الوصفات الاخرين جديد بزاف. راه كنت وريتكم لا مارك ديالو، تقدروا تستعملوه. انا راه تجرحت بهذاك الطون من حليت، وهذيك العلبه الثانيه هي اللي بغيت نحيد الزيت وتجرحت، ماشي مشكل.
صافي وشعلي الفران من الفوق ومن التحت غير بين ما كيطيبوا وكيتحمروا لينا وكنخرجوهم بالصحه والراحه. كما كتشوفوا من بعد ما كيطيبوا كيخرجوا على هادشي باقي سخان، كيجيو منفوخين كيجيو زوينين. انا غادي نقدمهم ونوريهم لكم. شو من بعد ما طابوا فكيجيو رائعين كيجيو زوينين. شو معايا متحفين واهم حاجه انهم لذاذين. جات الحشوه ديالهم جات رائعه وجات يعني دايره مع بعضياتها، يعني عطيه واحد لوغو زوين ديال الفلفله مع الطون. جاو رائعين. كنتمنى ان الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، وكما قلت لكم ما تنساوش ديروا لايك وواحد التعليق يكون زوين، واي اقتراح بغيتو ولا اي وصفه تخليوها لي في الكومونتير وسجلوها لرمضان. والله يدخلوا عليكم بالصحه والعافيه، وباي باي عليكم ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.